بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. ان شاء الله هعمل معاكم العجمية وكحك العجمية الدايب دوب ده بمقادير بسيطة وطريقة سهلة ان شاء الله تنور رضاكم. يلا بينا نبتدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الأول كده بالعجمية. معايا كوباية عسل أبيض، معايا هنا مكسرات مشكلة، أي مكسرات انت حباها استخدميها. أنا معايا هنا مكسرات مشكلة، بندق، لوز، عين جمل، معايا هنا سمسم. المكسرات دي ملهاش مقدار. معايا هنا 3 معالق زبدة و3 معالق دقيق زي البشاميل بالظبط. تستخدمي معلقة الدقيق عليها معلقة زبدة. معايا فانيليا. يلا بينا على البوتاجاز نسوي العجمية دي ونشوفها هتنعمل ازاي. حبايبي معايا هنا الحلة سخنة على النار، هنزل فيها ب3 معالق زبدة دول. بعد ما نزلت ب3 معالق زبدة وساحوا كده على النار، هبدأ بقى انزل بالدقيق زي ما بتعملي البشاميل بالظبط، بس بتفرق بقى ان البشاميل بتخلي الدقيق والزبدة لونهم فاتح كده حبة، اما العجمية بتخليها ايه، لونها ذهبي فاتح كده. حبايبي بعد ما الدقيق اخد اللون الاصفر بالشكل ده، هبدأ بقى انزل بالمكسرات كده تاخد تحميصة. بعد ما اديت المكسرات تحميصة بالشكل ده، هبدأ انزل بالسمسم. قد ايه بقى الريحة طالعة كده في منتهى الروعة. بعد ما اديت المكسرات والسمسم تحميصة مع الدقيق والزبدة بالشكل ده، هبدأ بقى انزل بالعسل. مقادير مظبوطة وطريقة سهلة جدا، امشي على نفس الطريقة ان شاء الله هتطلع معاكي في منتهى الروعة والجمال. بعد ما تنزلي بالعسل ما تغيبيهاش على النار اكتر من دقيقتين كده يا دوبة. حبايبي بعد ما اخدت دقيقتين 2 كده على النار وهي لسه سائلة كده، انا هطفي عليها. حبايبي بعد ما نزلنا بيها في الطبق وهي لسه سائلة بالشكل الجميل ده، شايفين اهي، هسيبها بقى لحد ما تبرد. بعد كده هدخلها التلاجة لحد ما تتماسك، ويلا بينا بقى نعمله الكحك بتاعنا. معايا كيلو دقيق، معايا نص كيلو سمنة، حابة تستخدمي زبدة براحتك. انا معايا هنا لكيلو الدقيق نص كيلو سمنة، معايا معلقة خميرة، معلقة سكر، رشة ملح، فانيليا، ربع كوباية كده صغيرة حليب دافي. نسموا الله كده ونبتدوا. هنزل بالخميرة على الحليب الدافي كده، هنزل عليهم كمان بمعلقة السكر، راح اقلبهم كده. بعد ما قلبت الخميرة والسكر والحليب بالشكل ده، اركنهم كده. نبدأ بقى نضيف على الدقيق رشة الملح، هضيف عليه كمان الفانيليا، راح اقلب كده. هبدأ بقى اضيف المادة الدهنية بتاعتنا، هتقلبي كده. بسم الله ما شاء الله، بيبقى طالع كده كحك العجمية ده في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة وطعمه كده خطير. هبدأ بقى ابسه كده، بسم الله. بعد ما بسيت العجينة بالشكل ده اهي، شايفين بسم الله ما شاء الله اهي، هبدأ بقى انزل بالخميرة، بسم الله. طبعا ان عوزت حليب تاني راح اضيف. دايما بقى تلمي الكحك كده ما تعجنيهوش. حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما لميت العجينة بالحليب والخميرة كده. وبعد ما لميتهم بالحليب والخميرة ضفت لها كمان نص كوباية حليب، يعني كده اخدت من الاول للاخر كوباية الا ربع حليب. حليب دافي طبعا اهو بالشكل ده. تبدأي بقى تختبري العجينة كده، تعمليها كده في ايديكي اهي بالشكل ده. مادام ما فتحتش منك تبقى كده في منتهى الجمال. شايفين لا فتحت ولا اي حاجة اهي. بعد كده بقى رايحه اغطيها ترتاح لها كده 5 دقايق، ويلا بينا نجيبوا العجميه كده نقطعوها مع بعض.
حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما دخلت العجمية 10 دقايق كده تماسكت في التلاجة. بسم الله ما شاء الله. بعد كده بقى شايفين الجمال قد ايه طرية وقد ايه جميلة. تبدأي بقى تقطعي منها كده، شايفين اهي. تاخدي القطعة بقى المقاس اللي انت حباه وعاوزاه اهو بالشكل ده. قد ايه ريحتها طالعة في منتهى الجمال، وبتبقى طعمها كده في منتهى الروعة بالشكل ده اهو. انا بحب اقطع بقى سواء تمر سواء ملبن سواء عجمية، قطعيها كده قبل ما تشتغلي في العجينة. امسكيها قطعيها كلها كده مرة واحدة عشان لما تيجي تشتغلي ما تاخديش وقت، وكمان ايديكي ما تاخدش من الملبن او العجوة او العجمية دي وتروحي تاني للعجينة. هتلاقي العجينة ايه، لا اتبهدلت منك. قطعي بقى كده وخلصيها مره واحده، وابدأي بقى ايه قطعي في العجينه واحشي واشتغلي. ده بيكون اوفر في الوقت واسهل كتير قوي. حبايبي بعد ما خلصت العجميه تقطيع بالشكل الجميل ده بسم الله ما شاء الله، نبداوا بقى نقطعوا العجينه بتاعتنا. بسم الله. شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله قد ايه ناعمه وقد ايه جميله. طبعا انا فردت عليها كيس من اكياس التلاجة علشان ما تعمليش قشره ولا حاجه. تمسكي العجينه تعمليها كده اهو. ابدأي بقى تعملي لها تجويفه كده. تبداي بقى تكوريها كده اهو. شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله قد ايه العجينه في منتهى الروعه. تبداي بقى تجيبي البصامه بتاعتك بالشكل ده اهو. نعمله كمان واحده كده مع بعض. قطعه العجينه اهي. تبداي بقى تكوريها بقى كده وتسويها بالشكل ده اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. لو عاوزه بقى تحطيها على الصينيه كده بتبداي بقى تبصميها كده وهي على الصينيه بالشكل ده براحتك. انت عاوزه تبصميها وهي على ايديكي براحتك، عايزه تبصميها وهي على الصينيه براحتك. بعد ما عملنا كذا واحده مع بعض كده رايحه اكمل ان شاء الله وارجع لحضراتكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الكحك تقطيع كده وحشيته طبعا بالعجميه اللي عملتها مع حضراتكم. بسم الله ما شاء الله حاجه كده في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال. وانا شغاله كده مسخنه الفرن هاخده اسويه ان شاء الله وارجع لحضراتكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما سوينا الكحك بالشكل الجميل ده. بسم الله ما شاء الله حاجه كده ناعمه وحاجه دايبه دوب، طالع ريحته كده بالعجميه في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه. الف هنا والشفا. شايفين الجمال، شايفين كمان السوا. الف هنا وشفا. شايفين جماله بسم الله ما شاء الله. ابداي بقى عايزه تضيفي له سكر براحتك، ما انتش عايزه تضيفي له براحتك بالشكل ده. تبداي بقى تنزلي عليه بالسكر كده وهو لسه سخن. شايفين شكله وشايفين جماله. الف هنا وشفا. نشوفه كده واحده مع بعض قد ايه ناعم وقد ايه جميل. شايفين الجمال، شايفين العجميه عامله فيه ازاي. بسم الله ما شاء الله الريحه طالعه كده في منتهى الروعه، وكمان الكحكايه دايبه دوب. الف هنا وشفا حبايبي. وبكده اكون عملت معاكم العجميه وكحك العجميه الدايب بطريقه سهله كده ومقادير بسيطه. يا رب طريقتي تعجب حضراتكم، وان عجبكم الفيديو لايك وشير، ويسعدني اشتراككم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.